هلا والله متابعين اليماني، وين جايبكم؟ جايبكم على مأكولات لؤي 22. لؤي هو معروف باكلاته الشعبيه واكلاته الطيبه، اللي هو مختص بس بصدر الدجاج والتكه الدجاج، وتحول من مكان ويجي على مكان ثاني. يعني بعد ما اكل راح ندليهم على عنوان مأكولات لؤي، لان انا كلش احب مشويات لؤي. مأكولات لؤي هي معروفه شعبيه، والقعده مالتها كلش شعبيه وكلش مرتبه وكلش بسيطه. فتعالوا وياي خلينا نقعد برا ناكل انا وياكم. يلا. بصراحه هي القعده اللي جوا كلش حلوه، بس انا احب القعده اللي برا لان قعده شعبيه وكلش مرتبه وبيها هاي الوجوه الطيبه. فتعالوا خلينا نقعد انا وياكم هنا نتعشى. احلى شيء هي المأكولات الشعبيه، السعر مالتها كلش رخيص. يعني عندك هنا شوف لي هو شنو المختص بيها، بس يسوي صدر دجاج وجنحان. وشوفوا لي الشيش ايش قده. هذا سعر الشيش هنا ب 3500 فقط. واحلى شيء المكان شعبي ومكان جميل، والاكل مالته ياخذ العقل ومستوي بطريقه فول وعلى حسب الوصول. شوفوا لي اياها. خلينا نقول بسم الله. الحموضه مالته تخبل والله. واحلى شيء بصفه ابو الطرشي، وتجيب من عنده طرشي. وهنايا الجنحان، اويلي انا اموت على الجنحان، وخاصه اذا حامضه وبيها خيط سبايسي، يعني حاط عليها حراره. يا اخي والله سر النجاح هو نفسيته طيبه، هو صاحب هذا المطعم نفسيته طيبه. شوف لي شلون متفسخ، شوف لي شوف. التتبيله مالته خرافيه والله، خاصة عندك صدر الدجاج. يا اخي مسويه بطريقة يعني مختلفة مليون بالمية والله. مأكولات لؤي هي معروفة على مستوى محافظة كركوك، بس تحولت من مكان وجت على مكان ثاني. مكانها السابق هو كان شارع القدس قرب جسر 90، هسه هي حاليا تحولت منطقة. بعد ما راح اكل راح ادليكم العنوان مالته بالضبط وين صاير، خليكم وياي. واحلى شيء بيهم هو كل شيء قدام العين وعلى الطبيعة، صح لو مو صح؟ واحلى شيء بيهم الشاي مالتهم على الفحم. لا انا ما راح اصب لا ليه ولا لكه، راح انطي للحجي وانا راح ادليهم العنوان حتى هم يجون هنايا. يلا اوه نسيت الغوري، يلا خلي ادليكم العنوان. مأكولات لؤي 22، العنوان مالها ابد ما يتيه، وانصحكم تجون وتزورونها، وعندهم خدمه توصيل. هذا الرقم مالتهم داخل محافظه كركوك. العنوان مالتهم محافظه كركوك، ساحه الطيران قرب فلكة الله اكبر. وهنا عندك مستوصف بقلر، وهاي اعداديه قوريا. انصحكم تجون وتزورونه.